رابع يوم في البرنامج. رابع يوم نقدمها الاداره، ابو عيسى موجود، ومن اللي بعد موجود، خالد الزهراني موجود. هذا اول شيء. انت يعني طرحتها للشباب. الشيء الثاني طول العمر والسلامه في 3 شعار، لو فيها 4 اسبوع هذا الجمعه هذه شاعرين، الجمعه الثانيه شاعرين، اوكي ما عندي مشكله. لكن انا اتكلم مع الرجال هذا لاني قد تناقشت معه. خليك تسمع. بعلمك انا متناقش، عرضناها وطورناها ترى. بعلمك انا. اما سالفه انها فكرتك من رابع يوم هذا تخاطب عقول، انا بنزل لك وبقول انها تخاطب عقول. لا ما تنزل لي انت في المستوى يا حبيبي، هد صل على النبي. انا اقول انزل لك يعني على الايام اللي راحت، على عقليتك وعقليه العقل تخاطب عقول. بعلمك قول له الله. خليني بكمل حاجه طال عمرك، سالفه انك تقول انها فكرتي وانها مدري ايش، هذا كان عني ماخذ منك حاجه. انا اسوي انت خذت مني حاجه. خلاص اخذ اللي سوى الفكره هذه وماخذها مني. وينك ما شاء الله. متكلم الريجي انا يمكن متكلم من ذاك اليوم انا طارح الفكره هذه. في 3 شعار، لو في 4 شعار ما عندي مشكله. شاعرين اسبوع هذا شاعرين اسبوع ما فينا 3 شعار يا حبيبي. في سلطان بيجي بيسوي بسلطان فيه الشباب، في تبع واحد بالحكي، في محمد في فيصل ممكن يجي ويلقي قصه مو يبان يا اخوي بتخليني طيب انا ايش اقول؟ انا خليني اتكلم ولا انا ابغى اتكلم. فرق بين ابشر على خشمي. انا والله العظيم ثم الله اني افرح اللي يجيب فكره ويطرحها على الاعداد ويروح يختار الناس هو بنفسه. انا معه. اما فكره سالم بن جديع، ما اول شيء النقاش اللي منها زاد عن حده مو هو بزين، هذه انا ضدها. ولكن سالم بن جديع رجال انا اعرفه شخصيا، رجال ترى قلبه نظيف، وهو من الناس اللي وده يطلع الشيء بصوره طيبه، لكن ما يصلح تصعيد الامور. خلاص دام خويك ابو طلال اسمح لي نفذ وجه، اسمح لي يا ابو فهيد نفذ وجه يا ابو فهيد، خلينا نكمل كلام. سالم جديع يطلع في محل اليوم في الامسي. لا ما يطالع يا ابو فهيد لونها بالسلطان، لونها انا اتنازل. انا بقول لك حاجه صل على النبي. لا انا بقول حاجه وامشي. اسمعني جالس انا اجلسوا يا شباب. اسمعني. قول لا اله الا الله. ابى اقول لك حاجه. تعبنا نعامل بالمجامل وبالتطنيش، عسى الله يرزقني على كثر ما جاني. انا الشاعر اللي شعره اكبر من التهميش، قبل صحه ابدانكم صح الله لساني. يا ابو طلال الفكره